وديك ابو سعود هذا عاد عين السيح. ايه الله يخليك. كم بتفوزون بكره؟ والله خالد مو عن الفوز، اول شيء احنا فرحانين ان الفريقين وصلوا لهالمرحله هذه يعني الصراحه، وخاصه بالجولات هذه الاولى. تكلم عن الريان، اعتقد ان الريان اليوم يعني قدم نفسه خاصه في هذا الموسم، يعني سواء لاعبين او اداريين. يشكرون الاداريين اللي قاعد يعملون تحت هذا الفريق الحقيقه، اللي هو الاخ سالم مذكر وابو سالم وابو فيصل عفوا، والاخوان اللي عملوا واشتغلوا ليؤهلوا الفريق، وعلى راسهم سعاد الشيخ سعود بن خالد. وانا اعتقد ان الجماهير الحقيقه اللي لهم دور كبير خاصه هذا الموسم وراء الفريق ومحتاجكم الفريق، وخاصه اليوم تتكلم عن 15 نقطه، واذا بتشوف الارقام في الان يعني لك 15 هدف والعربي لهم 9 اهداف، فبالتالي انا اعتقد الميزه اللي موجوده ولا هزيمه ولا تعادل، واعتقد هذه كلها راح تكون تصب لصالح الريان بالورق. بس بالاداء بكره خالد انا اعتقد انه لازم نرفع عقال للجماهير الريانيه اللي يستحقون الحقيقه الوقفه هذه، وخاصه باكر يعني يا أمة الريان، نادي الريان محتاجكم، والوقفة باكر كلنا واقفين باكر في النادي العربي، ونوقف ويا الريان لأن فعلا محتاجين احنا بطولة السنة، والكل اللي قاعد ينعمل لصالح أبناء النادي والريان. ونتمنى لكم التوفيق خالد، لأن المباراة باكر راح تكون بين فريقين شكل الأداء كله واحد، كله شكل واحد يعني المدربين يلعبون 3-5-2، سواء المدرب العربي او الريان فوساتي، لاعبين مميزين تكلم موجودين في الناديين. انا اعتقد انه راح تكون مباراه قمه وديربي، والكل قاعد يتكلم عنه، وان شاء الله تطلع نتيجه 3-1 للريان خالد. حلو، خلينا نشوف على فكره الفنانين مشاركين في المباراه بكره، المثقفين مشاركين، الدكاتره مشاركين، الانسان العادي مشارك، احنا الجمهور مشاركين. فشيء طيب ان حتى بدا السوشيال ميديا ياخذ مفعوله اكثر واكثر، بدأوا يستخدمون السوشيال ميديا في توصيل رسائلهم للمنافس. علي المالكي فناننا القدير يقول عنده رساله، شو يقول فيها؟ يقول اهل شرق وديربي قطر. هذه ما حد شافها على فكره من قبل، هذه الاول مره نعرض لكم اياها على الهواء مباشره من شغل اخوي او حسابه في اليوتيوب استاذ علي المالكي. نشوف.